اهلا بيكم يا جماعه في حلقه تانية من بودكاست يعني عامل ايه. النهارده اول حلقه الحمد لله معانا اول جست على الاطلاق في البودكاست ماي فريند سلمى عزت. I'm very honored هاي يا to be سلمى. your first guest. انا مبسوط قوي ان انتي معايا أنا كمان ومبسوط ان انا هبتدي السيريز بتاعت الجستس بحد اعرفه كويس a special friend. فانا مبسوط ومتحمس. عندك انا ما قلتلهاش التوبيك الحلقه عن ايه. عندك اي جاسز؟ about my job. I don't know. خلاص بيو كانش المفروض اسالك يعني عندك جاسز ولا. خلينا ندخل في صلب الموضوع. انا حسيت ان appropriate قوي نتكلم عن العلاقات سنس ان انا وانتي في علاقه ما بيننا علاقه صداقيه وفكره بقى العلاقات بتريبريزنت ايه في حياتنا احنا بنشوفها ازاي وهكذا. Wow. ف I love that you chose this topic عشان دي من التوبكس المفضلة. أنا بحب دايما أتكلم عن relationships في أي جد طب ده جت في الجون. خليني بقى اسالك عشان انا حابب اعرف ده عنك. انتي ايه اهم علاقه في حياتك؟ I think لو علاقة إنسانية الإجابة الصحيحة المفروض تكون نفسي، بس دي مش حقيقة. الحقيقه الناس القريبة مني قوي هي بالنسبة لي هي العلاقات المهمة في حياتي. بس in general I feel like علاقتي بربنا is one of the most يعني challenging و اسمها ايه يعني شد وجذب قوي بالذات الفترة دي في حياتي. ف this is something worth noting يعني. وتفتكري في correlation ما بين علاقتك بربنا وعلاقتك مع الناس ده بيأثر على ده؟ اكيد يعني بحس انه ربنا لما بيختبر الواحد في حاجات معينة بيبتلي في حاجات معينة، وانا حاسة ان من اكبر الابتلاءات في حياتي هو تعلقي بالناس عامة. يعني بحس انه لما حد بيتعلق بحد جامد قوي ده مش حاجة حلوة. الناس ممكن تكون شايفها حلوة بس انا صراحة بشوف حاجة وحشة، لانه اصلا الهدف من الدنيا ان احنا نتجرد من الدنيا تماما وان احنا ما نبقاش متعلقين بالناس ويبقى تعلقنا 100% بس بربنا. بس I feel like من one of the biggest tests في حياتي هو how I can balance the relationships in my life and my relationship with God without them interfering with one أو they have to interfere بس قصدي من غير ما حاجة تأفكت التانية بشكل سلبي يعني. طب وهي أصلا دلوقتي علاقتك مع الناس عاملة ازاي؟ I think الفترة دي في حياتي I just choose to surround myself with people that just feel nice, that just feel comfortable, that just feel not exhausting to be around. بس دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة. بس انتي كنتي قلتي ان في حاجة دي حاجة حلوة قوي. بس للأسف أنا the way I deal with relationships عامة هي I'm an anxious attachment. يعني الستايل بتاعي في العلاقات هو anxious attachment. و for those who don't know يعني ال anxious attachment ده ان انا ببقى مرتاحة لما الشخص بيبقى طول الوقت comfort me وبيأكد لي ان هو مش هيروح في حتة. ولو حسيت بأي يعني بعد بشكل ما او بآخر whether they're going through something or حاجة I get anxious ولا لا يعني اتوتر بقى ولا الجدل. فدي مش حاجة healthy خالص طبعا. طب وتفتكري ده انتي حاساه عشان الناس بتحسسك بكده ولا عشان دي حاجة built in جواكي؟ It's definitely built in جوايا. لو انا كنت يعني بشوف ناس تانية قدامي بتتعامل مع السيتويشن ده بطريقة مختلفة تماما، فبحس ان انا لو انا I decide to fix it within myself هقدر ان انا not only will I feel secure في relationships اللي حواليا but also ما اقعدش اوتر الناس اللي حواليا وبومبارد them questions واللي هو طول الوقت انتوا كده يعني لو احنا طول الوقت متوترين. بس قصدي كده في percentage بتبقى علينا او responsibility ان احنا نحل what's the problem within. بس انا بحس انه برضو في شوية ناس زي ما احنا عندنا مشاكل هم عندهم من الناحية التانية مشاكل وبيت ريزولت ان هي تتريجر او تطلع المشاكل اللي جوانا دي. أكيد. لو الشخص اللي يعني الناس اللي في حياتي they're anxious avoidant اللي هو بقى عكسي تماما بنبقى اللي هو ايه شغالين بقى ايه نجري ورا بعض اللي هو بقى ايه انا احاول ابعد عشان ما تعبش نفسي وهم لما انا احاول ابعد هم يقربوا ولما انا احاول اقرب هم يبعدوا فاحنا طول الوقت بقى شغالين في كده. بس الناس اللي anxious avoidant بيبقوا بالعكس لما انت تكون محتاج منهم حتة الأمان دي أو اللي هو إن أنا محتاجك تأكد عليا إن أنت موجود وإن أنت مش هتمشي تلاقيهم بيقولك إيه ماشي طب ما ده الطبيعي ليه بتقعد تسأل كتير فاهمني. definitely في ناس بتريجر ده وفي ناس بتبقى عارفة إن أنت الحتة دي بتريجر يو فبيحاولوا إنهم يكونفيت يو. في ناس بتبقى بالنسبة لهم مش هو أنتوا ليه لما بيكون في مشكلة بتبعدوا يعني ليه مش بتتكلموا ونحاول نحل في ساعتها ليه ما نتكلمش في الموضوع دلوقتي. هما بالنسبه لهم مش منطقي برضو انت اللي عايز تتكلم فيها دلوقتي.
طب حته في بوينت مهمه انت قلتها لي عايزه اخد رايك فيها. هل بحته ان احنا مثلا انا anxious attachment والتاني whatever العكس، هل العكس ده ليه حل ولا انت شايفه انه خلاص لو الناس العكس فهم خلاص categorize as ان هم مش compatible؟ No. ولا actually في حاجه ممكن يعملوها؟ لا I think it's definitely fixable. I think it's just a matter of time. يعني لو بنتكلم في romantic relationship for example, I think it's just a matter of time you get to learn about each other and your about your needs عامة كل حد. فبحس انه لا over time الواحد بيبدأ يadjust اللي هو لا انا مثلا anxious attachment هتعلم اللي هو ايه، لا انا هبدأ ادي الشخص ده space انه لا انا عارفة ان هو مش هيطلع منه حاجة دلوقتي مستحيل. فهبدأ ادي الشخص ده space وهو هيجيلي من نفسه لما انا ادي السبيس ده هيقدر ان انا اديته السبيس ده، فهيجي يتكلم معايا ويقول لي انا عارف ان انت thank you for giving me the space to just resolve this within myself. I love you and I still want to be with you and we'll get through this. فبالتلقائي هتلاقي كل واحد بيعمل دور اللي هو عايز التاني يعمله، او مش كده انا مش عارفه if I worded this correctly ولا لا، بس قصدي كل واحد هيبدأ يدي التاني اللي التاني محتاجه، فاهمني؟ لا انا مش حاسه ان هم incompatible، واصلا حاسه انه مع ان احنا بنستعمل الموضوع كتير قوي، بس I think eventually حوار ال anxious attachment وال anxious avoidant ده والستايلز ال attachment styles دول كلهم اصلا I think it's a myth. بس انا بكره جدا الليبلز اللي هو you're an enneagram 2 ف this is why الليبلز، سواء في الابراج سواء في النوع انت نوع علاقتك ايه whatever. احنا في الاخر بشر يا جماعه، كل واحد عنده مشاكل نفسيه بنحاول نحلها ونكوكزيست ونسرفايف as simple as that. That's true. بحس كمان بجد سبحان الله يعني لو ما فيش في طبعا حاجات كتيره قوي عن التعلق في الدين مثلا، بس قصدي دايما الدين هو المرجع اكيد طبعا المفروض يبقى نرجع له في كل حاجه، ومفيش حاجه في الدين بتقول لو الشخص ده anxious avoidant مش compatible. لا هو ليها علاقه ان احنا نبقى لينين مع بعض، وان احنا نتعامل مع بعض نبقى حنينين على بعض، وان احنا نتعامل بلين، وان احنا ما نبقاش نبقى خلوقين وكل الكلام ده. فلو لو احنا طول ما احنا بنتعامل بنحاول نفهم الشخص اللي قصادنا، مش حاسه ان في اي حاجه بتقول ان الشخص او التاني مش they're not compatible يعني. طب بمناسبه الموضوع ده انت اصلا بتبصي على الريليشن شيبس ايا كان ايه، رومانتك عيله صحاب، بتبصي على الهيلثي ريليشن شيبس ازاي؟ شايفاها المفروض تبقى عامله ازاي؟ I think healthy relationships are the kind of relationship where there's no pressure. انا بالنسبه لي حاسه ان ده perfect situation. انا مش بضغط على صاحبتي ان احنا نهانج اوت. I give her the space when I feel like I want to see her هقولها by the way I want to see you. in return هتقول لي انا كمان عايز اشوفك، لكن مش اللي هو انت ما بتشوفينيش ليه، انت بتعملي ايه. انا حاسه ان ده بريشر احنا مش محتاجينه في حياتنا خالص، وبالذات في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي اللي هو احنا we're trying to figure out who we are as people. فما ينفعش انا ابقى بحاول افigure out مثلا هعمل ايه in my career، ولو بحاول اشتغل على نفسي professionally، ولا ايه مثلا ايه في aspect في حياتي مسبب لي توتر اللي هو ايه محتاجه ادي اهتمام لصاحبتي. يعني مثلا صحاب الجامعه ناس كتير قوي مش ناس قريبه قوي مني، بس لو ناس كتير قوي بتبقى مثلا ايه ما شفتهاش بقالي كتير، بس I generally don't have the energy ان انا احط effort في relationships مش constant دلوقتي. يعني خلاص انا هبدا اشتغل على نفسي ودي الفتره اللي احنا محتاجين نبدا surround ourselves with people who motivate us who want to make us better، واحنا we feel better when we're with them بقى، whether ده كان بيموتيفيت us في الشغل او ان احنا نكون better people in general او health wise. حاسه ان هو دلوقتي كل واحد المفروض يبقى السكادجول بتاعه باكت في ان هو يطور من نفسه باي اسبكت، يروح الجيم بقى، ياكل هيلثي. فانت عايزه من الاخر صحاب في سيم فريكوينسي هم كمان بيشتغلوا على نفسهم بالزبط. عشان ما يبقوش عايزين اتنشن من الوقت اللي انت بتديفوت لنفسك بالظبط. وغير كده انا عايزه ان اعمل ده ان بارلل مع حد، يعني عايزه ناس تشير معايا ده. فلو لا مش عايزه ابقى كومبليتلي لوحدي واللي هو اشوف صحابي مره في الشهر، لا خالص مش ده انا بقوله، بس بقول انه عايزه مثلا انا وانا يعني بطور من نفسي يبقى في حد جنبي بيطور من نفسه، اللي احنا قاعدين جنب بعض واحنا we're hanging out، بس اللي هو we're hanging out وكل واحد فينا بيشتغل على نفسه. This is the kind of I feel like بالذات في الفيز دي في حياتي like in our early 20s I feel like this is the perfect scenario. هو طبعا عشان كده دايما بيقول لك لازم نخلي بالنا احنا بنسراوند نفسنا بمين، عشان لو احنا بنسراوند نفسنا الناس ما عندهاش ambitions مثلا او احلام او goals هيبقوا بيسلو us down. فده يمكن ده اللي انت قصدك عليه صح؟ اوكي. طب وايه بقى، احب اعرف تفاصيل عنك. ايه اكتر علاقه بالنسبه لك حاساها انت بتinvest فيها جدا ومهمه جدا بالنسبه لك الفتره دي؟ علاقتي بنفسي. اوكي 100%. تخطش الاجابه دي مش عشان حاجه يعني I'm already perfect. قولي ازاي؟
استاهل قوي ان انا احط مجهود في علاقتي مع نفسي، استاهل ان انا اوصل للحاجات اللي انا طول الوقت بحلم بيها، اسعى لها. يعني في الجامعه هستنى لما اتخرج ومش عارفه ايه، في المدرسه هستنى لما ادخل جامعه، هستنى لما اخلص جامعه، هستنى لما ابدا شغل. دلوقتي انا بشتغل واللي هو لا، هو انا لو فضلت بالبيس ده في حياتي انا هموت وانا ما عملتش حاجه، واقفه في مكاني. فاللي هو لا، دلوقتي انا لو في وقت انفست فيه في نفسي، هو ان انا اطور في نفسي، هو ان انا اسعى ان انا اعمل من نفسي حاجه، فهو ده الوقت. فده الوقت اللي هو لا لازم. فيش وقت تاني. انا دلوقتي هركز على جسمي، هفوكس على ماي هيلث، هفوكس على ماي كارير، هتعلم حاجه جديده، هبيلد ماي بورتفوليو، هعمل هزنق، هحشر السكادجول 100 حاجه في السكادجول بتاعي. بس it's super important يعني. وهل طب اتحطيتي في موقف اضطريتي تختاري، حتى لو مش ريسنتلي، اضطريتي تختاري نفسك اوفر حد من صحابك مثلا؟ actually لا، I don't think I've ever chosen myself في أي context في حياتي. بس I feel like الفترة دي عشان الحمد لله I'm surrounded by people who understand and allow me to choose myself. فin return I choose to choose myself. by the way دي مش حاجة that I give credit لنفسي فيها خالص. يعني مش بكريدت نفسي لو أنا أخيرا اخترت نفسي، لأ، أنا مش شخص بيعرف يختار نفسه أبدا. بس انتي في ظروف وانفايرمنت خلياكي ده سهل، ده حلو. شايفة، وكمان شايفة الناس اللي حواليا بتبدأ تختار نفسها بشكل هيلثي. فاللي هو أنا هبدأ أختار نفسي، أنا عايزة أعرف أختار نفسي، عايزة أحط باوندريز، عايزة أتعلم أقول لأ، عايزة أتعلم initiate حاجات أنا بحبها كده يعني، فاهمني؟ طب وهل شايفة الناس الساري إن إحنا يعني هل تفضلي، طبعا هي environment لذيذة اللي انت فيها، بس هل شايفة أحسن لك لو انت كنتي في environment مش 100% كده، بس في ناس بتحاول تاخد من وقتك فانت تضطري تقولي لأ؟ هل ده أحسن لك ولا إن مجرد تبقي surround yourself بناس كده خلاص؟ لا، عشان مش بعرف أقول لأ يعني. بس قصدي أحسن لك، ما هو at some point لازم يعني هل انت شايفة طب لازم تبقي بتعرفي تقولي لأ؟ لا بالعكس، أنا حاسة إن دلوقتي السيتويشن اللي أنا فيه is allowing me to learn how to say no. I say no to other things يعني، لو مش I say no to other people يعني. بس قصدي فاللي هو مش exposure therapy اللي هو الدنيا لذيذة فانتي هتبراكتس ده بالراحة baby steps بدل لما تترمي في المية وتحاولي تعومي. لا أنا بحب الناس، بحب يعني الحاجة تاخدني بالراحة. بما ان انتي دلوقتي في مرحلة في حياتك الحمد لله عندك relationships كويسة و environment بتساعدك تثرايف، هل بقى شايفة ان relationships دي actually خلتك تبقي أحسن بما ان الحمد لله انتي في فترة بس surround yourself بناس كويسة و relationships healthy؟ هل قبل ما تدخلي الفترة دي اضطريتي let go of a relationship أو تمسحي حد من حياتك؟ In general I don't think I've ever made the decision myself إني I let go of a relationship. However I've had people do that to me, بس I let go of the persistence إن أنا keep them. يعني حد مثلا قرر اللي هو ايه، لا this is not gonna work anymore. ده حتى في نطاق friendship by the way مش relationship اصلا. بس اللي هو ايه، لا احنا we can't be friends anymore او اللي هو كده، وانا لا حفرك عشان بالنسبه لي ايه، احنا صحاب وبقالنا كتير، واللي هو you decide to let go. يعني that's crazy كرفة يعني. ايه كرفة يعني؟ كرفة اللي هو شارية دماغك دلوقتي اللي هو خلاص حد يقرر بيحاول يشتكي او يترمينيت صداقته بيكي. لو انت شايفه ان اكشن انت ما غلطتيش فخلاص اللي هو باب يفوت جمل. ما بقاش سهل، بس بقى اسهل ان انا اتاقلم مع الموضوع. يعني انا كنت اللي هو بقعد احفرك واللي هو لا ومش عارفه ايه وازاي. دلوقتي it's just like honestly probably this is for a reason why I'm not gonna fight it. متصالحه مع نفسك. I did what I could. يعني برضو خلينا نحط في الاعتبار انه you still put in the effort. مش اللي هو مش بفلت في ساعتها يعني. مش اللي هو بلجو في ساعتها، بس خلاص بتحاول مرة واثنين وثلاثة and then you decide اللي هو ايه، لا خلاص يعني ربنا رايك كده خلاص. بس قبل كده بقى ما كنتش بعمل كده. قبل كده كنت اللي هو ببقى مرة واثنين وثلاثة وخمسة وستة ونسكت شهر وارجع احاول تاني. This is just too exhausting and draining honestly. It's just it ruins you بجد. It turns you into this weak person and it's not a good look خالص. في شوية ناس how they view relationships بتاعتهم تبقى seasonal شوية. مثلا مرحلة الجامعة احنا صحاب بتوع جامعة بس، احنا صحاب شغل بس، احنا صحاب بعض بس. هل انت بتبصي للعلاقات كده ولا انت خلاص friendship حصلت why not نinvest فيها ونشوف هتوصل لحد فين؟ للأسف أنا اللاتر يعني. أنا بس ليه للأسف؟ حسيت دي حاجة حلوة. لا
لانك شفت انه مش كومن خالص يعني بالنسبه للناس اللي هو ايه لا عادي انا ببقى اللي هو عشان انت بتبقى داخل ريليشن شيب اللي هو ايه invested قوي واللي هو خلاص انا I wanna grow old with this person friends بقى relationship عامه وبتلاقيهم اللي هو بالنسبه لهم انت مش كده فاللي هو فجاه في يوم وليله تلاقيهم قرروا اللي هو ايه اوكي باي فانت اللي هو ايه حتى مش بيبقى صعب عليهم عشان هم عشان حطوكي هم في المكان متعودين وما خلاص الفيس دي خلصت فخلاص moving on يعني. اه بس لا انا بحس انه انت في الاخر انت يعني انا اللي برجع في الاخر خزوق لما البنت تعيط من ريليشن شيب هل ده معناه ان في حاجه غلط في الريليشن شيب ولا العياط سكند نيتشر ولا في حاجات جاستيفاي الموضوع؟ عشان انا طول حياتي كنت بفكر انه انا عمري في حياتي ما هخلي مراتي ولا ما جيرفت ولا خطيبتي ولا تافر تعيط بس لما مش مجرد اللي بيحصل وكتير وحتى اوقات مش شرط يبقى سابي حتى هو ده بيفشخني في دماغي اللي هو ولا الدرجات دي مداش من الدنيا فبس I know now انه it's not that case بس from the point of view of البنت هل انت عمرك بتحسي هو بجد خلاني اعيط وانا ده شخص غلط ليا؟ sometimes when it's a very like لما تكون حاجه كبيره وعيطرية بس انا in general حد بيتاثر بسرعه ف it's common ان حد يعيط على حاجه صغيره وكبيره ومش كل الوقت هتلاقي البنت بتفكر كده يعني اللي هو ايه ده بجد هو ازاي خلاني اعيط في فرق ما بين ان هو ايه هو ازاي خلاني اعيط وهو ازاي سابني وانا بعيط هاندل عياطك ازاي نايمني معيطه في فرق ولا هو هاندل عياطك ازاي هل عارف يحتويكي هل عارف اوكي في ريليشن شيبس هيلثي قوي في حياتي بقعد كتير قوي ما اعيطش عليها عشان it's just يعني يوجي لما بعيط على حاجه بتكون حاجه مثلا متضايقه من نفسي وانا مع الشخص ده او متضايقه من حاجه هو عملها. تفتكري قد ايه نظرتك للعلاقات وعدد العلاقات اللي في حياتك وكل حاجه هتختلف دلوقتي في العشرينات عن لما تبقي في الثلاثينات مثلا؟ حاسه بالنسبه للعدد ما اظنش انه هيقل عن كده ان شاء الله ما يقل حاسه انه فرحانه في حياتي بس ممكن يزيد انا حاسس ممكن possibly يعني mom friends وكده if I have kids by 30 I don't know بس حاسه دلوقتي I have the perfect عدد يعني ان شاء الله ما يقلش عن كده. حاسه I hope ان احنا نفس الناس دي يعني نكمل مع بعض بس حاسه لا الشفت هيختلف اهتماماتنا في الحياه تختلف عشان كده حاسه ان this is the perfect time ان الواحد ينفست في نفسه عشان قدام هيبقى صعب قوي ان احنا ننفست في علاقات في نفسنا على قد ما هنحتاج ننفست في حاجات تانية زي ما اعرفش سنة الحياه بقى يعني ما اعرفش كده حياه هنكبر وهنتجوز ونخلف ونركز مع عيلتنا وهنبقى بنشوف صحابنا بدل مره في يوم مرة في الأسبوع مرة في الشهر. This terrifies me honestly بس I guess I'd be okay with يعني حاسة أنا honestly I feel like our kind of anxious أو attachment style allows us to I feel like we'll be really good parents. أنا دي من الحاجات اللي عمري ما هبطل أتكلم عنها. I can't wait نكون أب. I feel like it's just إن شاء الله يعني I'm meant to be a mom. same. أنا كمان عامة I can't wait إن نكون أب. I feel like we're meant to be parents. I agree جدا. بس شكرا جدا سلمى انت جيتي وعارف المشوار كان صعب عليكي وجيتي في ميعادك جدا. كنت بعمل فيشل هحط جزء في focusing on my relationship with myself. بس صراحة لو كده أتفهم يعني بعد كلامنا I have my schedule but it was on my schedule so I had to honestly بس thank you so much ان جيتي. انا انبسطت جدا بالكلام ده حاسس feel more connected ليكي وفاهم دماغك كنت فاهم دماغي. هاي فايف. شكرا جدا يا جماعه انتوا سمعتونا الحلقه دي. انا كنت الحسن روميل ودي سلمى عزت. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب والحاجات دي كلها. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي.